سلام، أنا جاية النهاردة أغير مفهومكم عن المسقعة. هنعملها بأبسط وبأسرع وبأسهل طريقة وبطريقة مميزة جدا 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 على طريقتي، ولازم تجربوها. يلا بينا على المقادير. أول حاجة هنحتاج البتنجان اللي هو الكبير قوي ده، اللي هو اسمه بتنجان كوبي. وهنحتاج كمان صينية الفرن، ولازم ندهنها زيت كويس جدا جدا، ولازم نقطع البتنجان بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنرص البتنجان في الصينية اللي احنا دهناها زيت، وهنحط رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهنكون مجهزين كمان الفرن على درجة حرارة 180، وهندخل الصينية لمدة 10 دقايق على طول. هيتحمر وياخد الوش اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نقلبه على الوش التاني يتحمر ونطلعه في طبق، ونجهز الصينية اللي هنستخدمها وندهنها دهنة زيت بسيطة برضو. وطبعا احنا عملنا اللحمة المفرومة مع بعض كتير جدا قبل كده، ولو حابين طريقتها اكتبولي في الكومنت. وبعد كده هنعمل طبقة من البتنجان، وبعد كده طبقة من اللحمة المفرومة، وهكذا طبقة من البتنجان واللحمة المفرومة لغاية ما نخلص كل كمية البتنجان وكل كمية اللحمة المفرومة اللي موجودة عندنا. وإضافة من عندي، أنا بحب على الوش بحط شوية بطاطس مشوية بملح وفلفل اسود وشويه بابريكا، وكمان اضافه من عندي بحب احط جبنه موتزاريلا على الوش. بجد يا جماعه طعمها خطير ودايبه وسهله وسريعه، وكلنا بندور على اكلات سهله وبسيطه وسريعه نعملها في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه ده، وبتدوب بتدوب بتدوب في البق. لازم تجربوها على طريقتي ومش هتندموا. وما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.